ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معانا الجزء التاني. لو محتار تشتري موتوسيكل من شركة بنيلي، بس قبل ما نبدأ الفيديو متنساش اللايك والاشتراك عشان بيشجعنا نستمر في الفيديوهات. معانا التي ان تي 250، وهو بالنسبة لي افضل موتوسيكل 250 سي سي نزل في الفئة الاقتصادية. الموتور بينزل 250 سي سي، بيطلع حوالي 28 حصان، بينزل بتبريد مية، بينزل انجكشن نوع ديفل، وده من احسن الانواع اللي بينزل في الانجكشن. بينزل ب4 صباب، 6 غيارات، بينزل بردتين مية او في ناس بتقول عليها سربنتينا. بعد كده هنتكلم على الفرامل، وبتنزل باكم امامي وخلفي، والفرامل الامامية بتنزل ب2 بيستم، اما الخلفية بتنزل ببيستم واحد، وده بيديك اداء احسن في الفرامل. بعد كده هنتكلم على المساعدين، بتكون المساعدين الامامية مقلوبة، اما اللي ورا بتكون نص. طبعا المساعد الخلفي اللي هو بيكون واحد، ده بيديك اتزان اكتر على الطريق، وبالذات في الملفات بيديك اتزان وثبات اكتر على الطريق. بعد كده هنتكلم عن تانك بيجي ب17 لتر، وبيمشيك اللتر من 25 ل30 كيلو في اللتر الواحد. وبعد كده هنخش على انوار الموتوسيكل، وبتنزل للدات بالكامل، اكسان الفانوس او الاشارات او العداد كلهم بينزلوا بلد. والسرعة القصوى بتاعة الموتوسيكل بتنزل 149. والموتوسيكل فيه ليميت، لما بتجيب RPM عالي فبيقفل وبيقلل السرعة بتاعته. ومعانا بعد كده موتوسيكل S200، بينزل بشكل شيك ورياضي، بينزل ب200 سي سي، انجكشن، تبريد مية، شغال على كاتينا، 18 حصان، 4 صبابات. بعد كده المساعدين الأمامية بتنزل مساعدين مقلوبة، بتبقى شبيه TNT 250، أما اللي ورا مساعد نص، وطبعا مساعد نص أفضل، بيدي ثبات على الطريق أكتر. بعد كده هنتكلم على الفرامل، بتنزل باكم أمامي وخلفي، بتنزل بنظام حماية CBS، اللي هو دوسة فرامل بتديك 70% ورا و30% أمامي. بعد كده هنتكلم على العجلة الأمامية، بتنزل 100 على 180 على 17، أما العجلة الخلفية بتنزل 130 على 70 على 17. الموتوسيكل بينزل مزود بكساحة. بعد كده هنتكلم على الفانوس، بينزل ديجيتال بالكامل، والعداد بينزل ديجيتال بالكامل هو والإشارات والديل الخلفي. في ملحوظة كنت عايز اقولها في الموتوسيكل ده، ان الكساحة واطية اوي للارض، فلو في مطب عالي فبتتكسر. تاني حاجة ان الكرسي اللي ورا صغير جدا. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك عشان نستمر في الفيديوهات.